السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفتكروا طفلة ممكن تشوف جريمة قتل وتسكت؟ ممكن، لو الجريمة حصلت جوه بيتها والقاتل يبقى أمها والمقتول يبقى أبوها ويدفن الأب في نفس البيت. ساعتها الخوف بيقفل بقها وبيفتح في قلبها مقبرة من الرعب من أمها ومن القهر على أبوها اللي بتمشي فوق جثته كل يوم ومش قادرة تنطق ولا تقول أبويا هنا. اللي حصل في شقة محرم بيك في الإسكندرية شيء مفزع ومرعب. نهاية راجل اتجوز من ست مطلقة وكان معاها ولدين، ورغم كل ده، رغم انها ست مطلقة ومعاها أطفال، رضي يتجوزها ويعيش معاها ويصرف على أولاد مش من صلبه ويعاملهم كأنهم أولاده. وعدت الأيام وربنا رزق الراجل ده من الست دي ببنت جميلة، وبقى للبنت دي أخين من الأم. وفي يوم سنة 2017 في ليلة شتوية حصلت خناقة عادية بين الراجل ومراته زي أي اتنين متجوزين، خناقة قدام الأولاد. الصوت علي، الدنيا سخنت أكتر، الولدين دخلوا في وسط الخناقة بيدافعوا عن أمهم، وفجأة الست سحبت السكينة وطعنت جوزها طعنة ورا التانية وما حستش بنفسها غير والسكينة غرقانة بدمه. وكل ده حصل قدام عيالها الولدين اللي كان عمرهم وقتها 12 و15 سنة، وقدام البنت الصغيرة بنتهم اللي كان عمرها وقتها حوالي 4 أو 5 سنين. البنت صرخت على أبوها اللي شافته مقتول وسايح في دمه، واللي قتلته مين؟ أمها. وفي ثانية إلا ثانية الأم أدركت اللي حصل وبصت لبنتها وشخطت فيها وقالت لها اخرسي اسكتي. وطبعا الولدين قعدوا يفكروا مع أمهم هنعمل ايه في المصيبة دي وفي الجثة دي، مش هنسيب أمنا تدخل السجن. وقعدوا يفكروا، ولأنهم ساكنين في دور أرضي هداهم تفكيرهم إنهم يكسروا البلاط ويحفروا حفرة كبيرة ويدفنوا جوز أمهم على طريقة ريا وسكينة بالظبط، ويرجعوا يصرمكوا الأرضية تاني بسيراميك جديد وكأن مفيش حاجة حصلت. لكن البنت اللي كان عندها 5 سنين وقتها فضلت عايشة في رعب وفي خوف من اللي شافته ومن التهديد اللي اتقالها بالحرف لو اتكلمتي هندفنك جنب أبوكي. كبرت البنت ولما وصلت لسن 12 سنة راحت النيابة، وده يوم 9 مايو 2025، يعني الجمعة اللي فاتت. يعني بعد 8 سنين كاملة قدرت البنت تتغلب على خوفها بعد ما أمها ماتت. أيوة، الأم القاتلة ماتت من سنة، والبنت قالت للشرطة أبويا اتقتل وماما وأخويا دفنوه تحت البلاط. قالتها وهي منهارة، بس ارتاحت من حجر كبير كانت شايلاه على قلبها طول السنين اللي فاتت، ارتاحت من حجر تقيل كان ضاغط على قلبها، من كابوس كانت عايشة فيه سنين، كابوس سكتها كان كاتم صوتها وهي مش قادرة تتكلم، مش قادرة تصرخ باللي جواها. ومحدش هنا يجي يتفلسف ويقول ليه سكتت كل ده؟ حضرتك معيشتش خوفها ولا شفت بعينيك اللي شافته. دي طفلة، واللي قتلت أعز شخص في حياتها اللي هو الأب كانت هي نفسها أعز شخصية في حياتها اللي هي الأم. أمها قتلت أبوها وقدام عينيها، دي معادلة مستحيلة، صدمة ما بتتفهمش وجرح ما بيتلمش. البنت راحت للشرطة وصفت اللي حصل بدقة وبالظبط. النيابة استدعت على الفور أخوها الكبير اللي كان وقت الجريمة عنده 15 سنة لكن دلوقتي عنده 22 سنة. اعترف الأخ بعد 18 ساعة تحقيق متواصل، اعترف بكل حاجة حصلت ليلة الجريمة، حكى ازاي حصلت مشادة بين الأم والزوج، وازاي الأم طعنت جوزها بالسكينة، وازاي هو ساعد أمه في دفن جوزها ودفن معاه كل حاجة حلوة. النيابة أخدت الشاب ده وراحوا على الشقة تحت حراسة أمنية مشددة، والشاب أعاد تمثيل الجريمة، وقف وقال هنا دفناه وشاور على المكان، وراهم ازاي دفنوه وازاي رجعوا البلاط وركبوا طبقة سيراميك جديدة وكأن مفيش أي حاجة حصلت. وبالفعل بدأت قوات الأمن الحفر وطلعوا جثة الراجل أو بقايا الجثة بمعنى أصح اللي بقالها 8 سنين مدفونة تحت رجليهم، مجرد بقايا عظام
تم نقلها للطب الشرعي. اما الام المتهمة الرئيسية ما حضرتش لانها ماتت من سنة وسابت وراها ابنها يواجه المصير لوحده. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، ازاي الراجل ده يختفي 8 سنين ومحدش ياخد باله؟ فين محضر التغيب؟ ما عملوش محضر تغيب. قالوا للناس ايه؟ قالوا سافر، ساب البيت، مات فجأة. قالوا للجيران ايه؟ برروا غيابه للمعارف والاصحاب والقرايب بايه؟ مفيش اجابة ومفيش معلومة مؤكدة عندي، بس الاكيد ان في جثة كانت ساكنة معاهم، وجريمة نايمة تحت البلاط، ووشوش كانت مبتسمة وجواها سر مدفون. بس بصراحة انا كسارة مش قادرة ابطل افكر في البنت اللي شافت امها وهي بتقتل ابوها، شايفاه غرقان في دمه وهي واقفة مش فاهمة، مش قادرة تصرخ ولا حتى تجري. ازاي طفلة تعيش بعد كده؟ ازاي تكمل؟ ازاي تشوف امها كل يوم وتسكت؟ هل نوم البنت دي كان طبيعي ولا كانت بتصحى كل يوم على كوابيس ورعب؟ كانت البنت مضطرة تاكل مع الام وتنام في حضنها وهي عارفة ان الحضن ده هو اللي دفن ابوها. البنت دي اتربت فوق جثة، بس مش جثة ابوها بس، دي جثة الامان، جثة الثقة، جثة البراءة. كل يوم كانت بتمشي في نفس المكان على السيراميك، تسمع صوت السيراميك تحت رجليها، بس مش قادرة تتكلم لان اللي المفروض تحميها هي اللي خوفتها، هي اللي قتلت. تفتكروا بنت زي دي هتعرف تعيش طبيعي؟ تحب، تثق، تضحك؟ دي كبرت وهي شايلة في قلبها خوف ووحدة، شايلة أسرار أكبر من سنها، وأخيرا قررت تتكلم. البنت اللي اتربت على الرعب كانت هي صوت الحقيقة. تفتكروا لما أمها ماتت هل حست إنها اتحررت من الرعب، من الحيرة، من التناقض اللي كانت عايشة فيه طول عمرها؟ أمها كانت أحن واحدة عليها وأكتر واحدة خوفتها في نفس الوقت. كانت بتحضنها بس حضن قاتل، حضن شايل دم أبوها. يمكن لما أمها ماتت الباب اتفتح، باب الكلام، باب التمرد، باب العدالة اللي اتأخرت 8 سنين. يمكن ساعتها قررت تاخد بطار أبوها من أخوها اللي ساعد في دفنه، ومن السكوت اللي خنقها، ومن البلاط اللي كانت بتمشي عليه كل يوم وهي عارفة ان تحت رجليها فيه أب مات مظلوم. السكوت كان أمان كذاب، بس الحقيقة لما خرجت كانت أقوى من الكل. مفيش جريمة كاملة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.